الوالد ليش؟ شنو السبب؟ شنو السر؟ اليوم ويانا حالة نادرة، أب ل4 أبناء ملئهم العقوق مع الأسف. ويانا اليوم الحجي. حجي صار لي ساعة أصفط عليك. صفط وشك أنا صفط علي؟ هسه أريد شحنات إنسانية وتتفاعل قدام الكاميرا، ماشي؟ ولا دني الكاميرات قدامك، أريدك تتفاعل. حجي شنو راح تشتري؟ راح تفتح قناة؟ أنت شو عليك؟ بس لحظة خلينا نرجع ندخل بالمود. هسه أنت تنقهر وأنا أنقهر. بتشيني حجي على الناس يبكون. أبكيك؟ اي حجي. اصفطك راجي؟ لا حجي مو تصفط راجي حجي. الكاميرا منها يعود. ما يخالف انطيك حجي. بس مو بالاقساط. حجي خلينا نسولف. بالبداية ويانا الحجي حالة إنسانية صعبة. شلونك حجي؟ زين. أخبارك؟ زين. أمورك؟ أفلح. بداية مع كل الحسرات اللي موجودة بصدرك والعثرات الموجودة بأنفاسك، أريدك تحدثني عن تجربتك الصعبة بعد أن هجرك أبنائك العاقين. هذا ابني الكبير مو زين وياي. أي؟ يفضل مرته علي. انظروا ماذا فعل الأبناء في هذا الزمن. ابن الكبير ترك في هذا الزمن الصعب، ترك من أجل منه؟ من أجل زوجته مع الأسف. رباك وزوجك على مود تتركه؟ ليش تركك؟ شلون يفضل زوجته؟ احكي لنا، احكي للناس. يقول له بابا نام يمي، لا تنام يم زوجتك، صير رجال. بس لحظة شو ينام يمك حجي؟ طبعا ينام يم زوجته. لكن لك شلون يعوفني ويروح يم زوجته؟ حجي طبعا ينام يم مرته ويعوفك. يعني هاي لو انت ابوي وتقول لي عوف مرتك اضربك من شلاق حجي يعني. وانا قلت له بليلة عرسك يوم الزفة قلت له عوف مرتك تعال نلعب فرط طاولة، شو هذا زعل وراح. وين شو يسوي؟ يلعب طاولة وياي. حجي ابنك لازم ليلة الزواج يلعب طاولة، بس مو وياك حجي. يعني خلينا نكون واضحين قدام الكاميرا، احكي شيء مؤثر. عاد هذا ابني الثاني. اوقف خلينا نبدي من ابنك الثاني. ابنه الثاني كان أناني. عجبتك هذا الشعر؟ مثله تشتغل. اوكي. ابنه الثاني كان أناني، ترك والده يعاني. احكي لنا حجي، ابنك الثاني سوى لك؟ شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بده ينعق، بده يحكي هسه. حجي احكي لنا القصة، شلون أذاك؟ ربيته وتعبت عليه وسويت له لحتى يزعل مني. هو انا رحت للكلية ضربته بالقندرة قدام صحته، شو هذا زعل؟ ضربته بالقندرة بالكلية حجي؟ مو هيك. زين حجي ممكن نعرف انت ليش ضربته بالقندرة بالكلية؟ ما سويت له شيء، دزيت على جيجاير الساعة 3 الفجر ما يقبل يروح بالقندرة. زين حجي انا دا الاحظ انه البيت كله ينام من وقت بس انت تبقى سهران، يعني طلباتك كلها ب3 وبال4. ليش حجي؟ ما يحبوني ولدي، ما يحبوني، حتى انا الصغيراني ربيته وتعبت عليه من رجل فلوس يبيعني ما ينطي فلوس. خلنا نوقف هنا مع النقطة المهمة. نوقف. الاب يحتاج فلوس ويجسرني ليش؟ عليك حجي عليك. اكيد فلوس اللي انت تعبت بين، اللي هو تعب بين، اكيد انت من ردت من عندهم منطوك اياه. مو مالات من حجي. لا عاد حجي شو تريد من عندهم؟ انت غير افتهم يعني. وش ردت منه؟ بس 55 مليون اتزوج بين. شو هذا عطني وراح سافر للنمسا. 55 مليون مالاته؟ مي مالاته. انت ردت حتى تتزوج؟ بهذا العمر؟ وهج؟ احكي لي قصة مؤثرة عن بنتك حتى لو كذب، خلينا عالم تتأثر يعني. بنتي الوحيدة نجري قاعدة ريوق ما تسوي الأبواب، عمري بلا ريوق. يعني شلون نمتي للظهر زين وابوك قاعد من الصبح يلوب على ريوق؟ شلون؟ ولا قاعد انسبتي؟ ابكي عليك لان انت جوعان الصبح قاعد. وانا شردت من عندها ايش ردت حجي قاعد الساعة ب5 الفجر قلت له قوم لف فيني جزرت الله. شلون؟ جزرت الله بال5 الفجر قلت له لف فيني جوعان. شوي عافتني واجت وراحت والبيت راح. زين حجي ممكن نسافت قصة على البيت انه شلون ولدك جبروك انه تبيع البيت؟ ممكن لو صعب؟ ويا بيت وين بالبيت؟ البيت راح. هسه قدام الكاميرا نحكي، قول ولدي جبروني وهذه. المنزل اخر مكان في هذا العالم اللي كان يؤوي هذا الرجل. مع الاسف انتوا اكيد مو بشر.
اولاد ابدا اوجه هاي رساله لضمائركم، تدخل جوا ضمائركم. انتوا اكيد مو بشر، شلون